أبو سعيد من أبها يقول: نرجو تفسير قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لأنهم أهل الامتثال. يغضوا من أبصارهم يعني يغمضوا أبصارهم أو يلفتوها عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. فالأبصار قد تجني على صاحبها والنظرة تجر إلى الشر، فعلى المسلم أن يغض بصره عما حرم الله سبحانه، ولا يطلق بصره فينظر إلى النساء أو ينظر إلى الصور الفاتنة التي تعرض في الشاشات، بل يغض بصره عنها ولا ينظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم.